سؤال واستشارة، فهذه المكتبة شرق باريس تشهد على عودة الموسم الأدبي في البلاد، ولا يتردد القراء هنا من ترك الرسائل بخط يدهم على رفوف الكتب في إشارة رضا، علما أن الرقم الذي تسجله المبيعات حتى الآن غير مشجع. أستند إلى شعوري بالنسبة إلى السنوات الماضية، فكم من مرة بعنا 4 أو 5 أو 6 كتب تميز الانطلاق الأدبي للموسم لشخص واحد. اليوم الناس تنظر وتبتاع كتابا واحدا أو 2، وفي الخلاصة لقد انخفضت نسبة المبيع إلى النصف. والأرقام حاضرة، الحركة في تراجع منذ العام 2007، وسجل مبيع الكتب تراجعا في الموسم الأول لهذا العام، فهل هذا مؤشر لحذر الناشرين؟ عدد الإصدارات المعروضة للبيع في هذا الموسم سجل انخفاضا بنسبة 10%، 654 كتاب مقارنة مع 700 العام الماضي، وهو المعدل الأضعف للإصدارات الجديدة منذ 10 سنوات. وهذه الحالة التي تضرب خصوصا الروايات لم تفاجئ كتاب أكاديمية غونكور خلال اجتماع لهم لإعلان مجموعة المرشحين للجوائز الأدبية. عندما تنفق 20 25 وأحيانا 30 يورو على الكتاب هذا جيد. هناك بالطبع مشكلة اقتصادية بالتأكيد، وأعتقد أن الأزمة هنا تلعب دورها. لكن الأزمة لم تمنع جوليان سيمون من إنشاء دار نشر رقمية صغيرة منذ عام، وقد دخل السوق اليوم مع 20 ناشر رقمي آخر بمنصة إلكترونية تسمح لمستخدمي الإنترنت باكتشاف أكثر من 100 إصدار جديد.